معرفش انتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل ولا لا الفترة دي، بس في نجمين كبار في تركيا اتفضحوا حرفيا اليومين اللي فاتوا بقضيتين حرش مختلفين. انا بقولها بصوت واطي عشان الفيديو ما يتحذرش. كل واحد ليه قصة مختلفة والاتنين ظهروا في يومين ورا بعض، معرفش ليه. طيب، اول حاجه عن مهمد يلماظ، الممثل اللي انا كنت بحبه وبعشقه، ولسبب ما يعني انا مصدقه البنتين، معرفش ليه. يعني في ناس كتير بتشكك بس انا مصدقه البنتين. اول بنت هي بنت فنانه مصوره عايشه بره تركيا دلوقتي، طلعت قالت ان في ستات كتير قوي اتعرضت للعنف في تركيا، وان انا كنت من ضمن الستات دي. وقالت ان في ممثل مشهور، ما قالتش اسمه بشكل صريح، انا بقول لكم اختصار الرساله بتاعتها اللي مكتوبه دي. ما قالتش اسمه بشكل صريح، قالت بيمثل قدام الممثله كذا في مسلسل بهار. الممثل ده حاول ان هو عليا، مش عارفه اقولها بشكل صريح، تحت تهديد السلاح، بس هي قاومت وده ما حصلش. وان هي قالت انا مش عارفه اذا كان هو ندمان دلوقتي على اللي عمله زمان ولا لا، وان هو اتغير ولا لا. ان هي معرفتش تقول الكلام ده زمان عشان هو من قرايب باباها من بعيد، فخافت ان يحصل مشكله كبيره لو اتكلمت. تاني حاجة، الممثلة دي والراجل ده كده ما برتاحلوش، يعني بجد الراجل ده كده ما برتاحلوش. الممثلة دي طلعت برضو بعد سنين اتكلمت، قالت ان الممثل ده كان اثناء تصوير مسلسل اليقظة المغبرة كان بيبعت لها رسائل، وحاطط سكرين شوت بالرسائل عشان ما حدش يكذبها. كان بيبعت لها رسائل على الانستجرام، وان هو بيقعد يقول لها انت احلى ست شفتها في حياتي، واني بجد انا عايز اشوف صور تانية ليكي، وكلام كتير كده يعني مش مظبوط. الممثل التاني لسه ما اتكلمش، بس مهمد يلماظ طلع في الستوري عنده وكتب ان في ناس عايزه تدمره وتدمر مسيرته المهنيه وشخصيته وصورته قدام الناس، وان هو في صفحات كتيره قوي بتتعمل غرضها كده من زمان، وان هو هياخد الاجراءات القانونيه. وطبعا نفى كل اللي اتقال عنه. مش عارفه انتوا ايه رايكم في الموضوعين دول، بس الناس في تركيا منقسمه بالذات في موضوع مهمد يلماظ ده، عشان اكبر بكتير، هي متهمه بحاجه كبيره قوي. بس في ناس بتقول هي ليه البنتين دول طلعوا في نفس الايام اتكلموا وليه ساكتين كل ده. في ناس بتشكك وفي ناس مؤيداهم مليون في المية، وقالت ان مستحيل حد يختلق، يعني حد يفبرك قصة زي دي من تأليفه على ممثل كبير. بس مش عارفة، قولوا لي انتوا ايه رأيكم.